نعم، الفشل يهدد كأس إفريقيا للمحليين بالجزائر بعد انسحاب عدة منتخبات. ذات كأس إفريقيا للاعبين المحليين المزمع عقده في الجزائر في الفترة الممتدة من 13 يناير إلى 4 فبراير من السنة المقبلة، مهددا بالفشل بعدما فضلت مجموعة من الاتحادات الكروية الانسحاب من المشاركة في المنافسات القارية لأسباب مختلفة. وتعد منتخبات مصر وتونس أول المنسحبين من هذه البطولة، حيث قرر الفراعنة ونسور قرطاج عدم المشاركة في الشأن قبل إجراء عملية سحب القرعة، مع تأكيد الاتحاد الأوغندي عدم خوض المنافسات بسبب أزمة مالية خانقة. كما ذكرت عدد من المصادر الإعلامية أن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يدرس فكرة الانسحاب من النهائيات القارية لأسباب أمنية وتنظيمية. وأوضحت أن رئيس الاتحاد صامويل إيتو قرر عدم المجازفة بأمن وسلامة لاعبي المنتخب الكاميروني وجماهيره، مفضلا عدم المشاركة في شأن الجزائر، خاصة في ظل التهديدات التي رافقت عدم تأهل الخضر إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 بعد خسارته في مقابلة السد الفاصلة أمام منتخب الأسود غير المروضة. وسياق متصل، أفادت مصادر متطابقة أن أحد أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين نفى الأخبار التي تحدثت عن قرار المنتخب الكاميروني بالانسحاب من شأن الجزائر، مؤكدا عدم تلقي أي إشعار لحدود للساعة يفيد بانسحاب المنتخب الكاميروني، وأن الاتحاد المحلي لكرة القدم أرسل قائمة لاعبيه الموسعة التي تؤكد مشاركته في المنافسات. بالمقابل، قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المشاركة في كأس إفريقيا للمحليين، وذلك بالاعتماد على عدد من العناصر الأولمبية وبعض اللاعبين الذين لهم تجربة في هذه المسابقة، خاصة بعد أن سبق لفوز لقجة الإعلان عن حل للمنتخب المغربي للاعبين المحليين وتعويضه بالمنتخب الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في كأس إفريقيا صيف السنة المقبلة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. ورى عدد من المتابعين أن المشاركة في هذه البطولة لن يفيد الكتيبة المغربية في ظل مستواها المتراجع، فيما نبه آخرون من خطورة خوض البطولة بالجزائر، خاصة بعدما تعرض له أعضاء المنتخب المغربي في كأس العرب للناشئين.